ايه اللي بيحصل بعد الموت، والموت ده شكله ايه، وهتحس بايه وانت بتموت؟ كل دي اسئله صعبه جدا وملهاش اجابات اكيده تقريبيا، لكن في وقائع كده تفاصيلها ممكن تكون اجابه لكل ده واكتر. قالها ناس ماتوا طبيا ورجعوا للحياه تاني، بمعنى اصح قلبهم وقف تماما والاطباء نجحوا في انعاشهم. الحكايات دي نقلتها صحيفه بريطانيه اسمها ميرور، وهي بكل تاكيد حكايات غريبه جدا وهتخليك مندهش. من ضمن الحكايات دي حكايه لشخص اسمه مونيتور مونكي، وده كان بيعمل عمليه جراحيه كبيره جدا من حوالي 10 سنين، ووقتها نزف كتير جدا ومات لمده دقايق قليله وصحي تاني. قلبه وقف ورجع يشتغل تاني بعد ما الدكاتره انعشوه. اللحظات اللي قلبه وقف فيها دي بيوصفها بانه زي ما يكون بيقرا كتاب. هو بيقول صحيت في مكان شبه الفضاء بس ما كانش فيه نجوم او ضوء، ما كنتش حاسس بسخونه او بروده، وما كنتش جعان ولا تعبان. كان مجرد احساس محايد ومسالم جدا. كنت عارف ان في ضوء ومشاعر وحب في مكان قريب، لكن ما كانش عندي اي رغبه ان اروح. حياتي كلها مرت قدام عيني، بس مش زي مشهد سينمائي، لا، كان زي ما اكون بألف في الكتب او القصص. في بقى شاب تاني اسمه شنايدر، حصل معاه حاجه شبه كده، وده كان راكب دراجه ناريه وماشي بسرعه جدا، وفجاه تعرض لحادثه بشعه مات بسببها اكلينيكيا. لكن لما وصل المستشفى الدكاتره رجعوه تاني للحياه، ولغايه لما رجع للحياه شاف حاجه غريبه جدا زي ما بيوصف. قال انه مش فاكر حاجه غير انه كان مرمي على الرصيف والدنيا بتتحرك حواليه ببطء، والحاله اللي كان فيها انه ما كانش نايم خالص وسمع شخص بيصرخ. ولما فتح عينيه شاف اخوه اللي مات من سنين طويله قاعد قدامه. اخوه بص في ساعته وقال له كلام مش فاكره وبعدين سابه ومشي. فالموضوع زي ما شنايدر شايفه شبه زياره من شخص عزيز عليك. في كمان شخص اسمه إيديت فورابيت، ليه تجربه مختلفه جدا وغريبه برضه. قلبه وقف فجأة وغاب عن الدنيا بشكل غامض وغريب، وبيقولوا إنه في اللحظات دي كان حاسس بانجذاب للخلف ببطء شديد، ولقى نفسه بيبص في حديقة مليانة ورود، بس فجأة كل شيء اختفى. الورود بقت عبارة عن مجرد غبار وعشب غير مكتمل. وقتها حس إنه مش عارف يختار إذا كان يعيش ولا يموت، بس كل ما كان يحاول يتحرك يحس إنه مربوط. من القصص الغريبة قصة شاب اسمه ثيدد مانوليكس، وده اللي عاش شهور طويلة بياخد علاج كيماوي، وفجأة بدأ ينزف من مناخيره بدون سبب، وغاب عن الوعي لمدة دقايق قليلة، لكن ما شافش زيها تاني. زي ما قال بيوصف إحساسه في الدقايق دي إنه كان غريب وملوش تفسير، شبه الرغبة في الضغط على زرار الغفوة بتاع المنبه الصبح. يعني انت ممكن تقفل المنبه مرة أو مرتين، ولكن بعد كده بتفتكر إن مفيش شغل. أظن دلوقتي قدرنا نجسد إيه اللي بيحصل بعد الموت، والموت ده شكله إيه، وهتحس بإيه وإنت بتموت.